عارف انك لو بدأت يومك بحمد ربنا وشكره هتلاقي الحياة اجمل، بالذات في رمضان. اللحظة دي هتاخد طابع اعمق وافضل لانها بتقربك اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. في قصة كده حقيقية لواحدة ست كانت دايما بتشتكي من كل حاجة في حياتها، لحد ما في يوم قررت تبدأ تكتب 3 حاجات في حياتها هي ممتنة ليهم ومبسوطة بيهم. بعد فترة قصيرة حست بتغيير كبير في نفسها، بقت شايفة النعم اللي حواليها بدل ما كانت بتركز قبل كده على الحاجات اللي ناقصاها بس. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ده في سورة النحل. كمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فشكر ربنا ده هو مفتاح للسعادة والرضا، لأنه بيفكرنا في كل لحظة إن إحنا عندنا نعمة فعلا تستحق الشكر. وربنا قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. يا أخي اشكر ربنا، كل لما تصحى من نومك قول الحمد لله. لما تبدأ يومك بشكر ربنا على النعم اللي انت فيها، صحتك، ان انت في وسط أهلك، ان انت عايش لحظة هدوء، ان انت عايش سكينة، ان انت راضي. امسك ورقة واكتب 3 حاجات بس. طبعا احنا عندنا ملايين الحاجات، بس اكتب 3 بس. ال3 دول هم اكتر حاجات انت مبسوط بيها وسعيد بيها. هتلاقي ان سعادتك فعلا مش في الحاجات اللي ناقصاك، انما الحاجات اللي انت تمتلكها. شكر ربنا هيغير لك الطاقة السلبية اللي جواك، ويغير لك قلبك، ويقوي ايمانك، ويديك احساس فوق العالي بالرضا باللي انت فيه.